السلام عليكم، هلا وحبايبي، شلونكم؟ عساكم بخير. اليوم حبيت أشارككم غدانة بسيط. وهاي طبعا أنا أول مرة أسويها. أنا دائما أسويها بس أسويها بمكعبات البوتيتا. هالمرة حبيت أحشيها. والمكونات هسه عندنا هنا لحم أني حامسته، بصل ومعدنوس. وهنا عندي البوتيتا اللي حفرتها مثل ما تشوفون. هاي البوتيتا حفرتها وقليتها بنص يعني استواء. عندي هذا الحجم وعندي هذا الحجم، يعني اي حجم عندكم مو مشكلة يعني بيه. وهنا عندي الصلصة الطماطة وخليت له شوية فلفل اسود. وهنا عندي جبن موزاريلا، هاي هسه اشوفكم المكونات. وهنا عندي البوتيتا اللي حفرتها ما ذبيتها لان اريدها واستفاد من عندها. هسه عندنا هاي البوتيتا راح اخبطها مع الحشوة. وعندي هنا ثوم مطحون قليل، نخليه ثوم مطحون. وهنا عندي بهارات جدر وعندي باربيكا. هسه راح اشوفكم المكونات وبعد ما احشيها راح اراويكم الشكل مالتها وابقوا وياي. وهنا بعد ما حشيتها مثل ما تشوفون شكلها شلون حلو. هسه راح نضيف عليها الصلصة اللي هي معجون الطماطة مثل ما تشوفون شلون اخليه. أنا أريد أسوي بيها يعني شوية مرقة بيها، ما أريدها كلش ناشفة تصير. طبعا أنا ما استخدمت دهن، استخدمت بس زيت الزيتون لأن ما أريد أستخدم دهن هواية. هسه مثل ما تشوفون ايش راح أضيف فوقاها. هنا عندي جبن موزاريلا نعطيها شكل حلو. أنا ما أحب أطيل عليكم الفيديو. طبعا دائما فيديوهاتي للمبتدئات، للبنات الحلوات، شغلة يعني حلوة وبسيطة، ماكو شي بيها صعب. هاي بعد ما كملته راح اروح اخليها بالفرن لحد ما تستوي عندي. انا مثل ما قلت لكم البوتيتا مقلاية نص استواء، وبعدين خليتها تبرد. يلا قدرت اشتغل بيها. انا مود احشيها. وبعدين مثل ما قلت لكم ضفت لها الصلصة اللي هو معجون الطماطة، خليت بيه باربيكا وفلفل وملح خلطة كاملة وضفتها عليها. وطلعت لنا هاي الكمية. طبعا انا بقت 2 بس ما عندي مكان اخليهن. وبعد ما اكمل وتعالوا ويانا واشوفكم النهاية. طبعا انا محضرة تمن وشعرية طابخته ومكملته، وابقوا ويانا. وهذا الشكل النهائي. هذا سهمكم العافية.